تتواصل في البصرة جنوبي العراق بطولة خليج 25 لكرة القدم. استوحى المنظمون تميمة البطولة من الشخصية الأسطورية السندباد البحري لما لها من حضور في مخيلة العراقيين. اختيار أشاد به العديد من المشجعين الذين جاءوا لحضور هذا الموعد الخليجي الكروي. استدعوه من التاريخ، من قصص ألف ليلة وليلة، ليكون شاهدا على الحاضر، السندباد البحري. هذه المرة ليكون تميمة رسمية لبطولة خليج 25 لكرة القدم المقامة في البصرة جنوبي العراق. انتشرت مجسماته في كل مكان مع بدء البطولة. البعض هنا يذكرهم السندباد بأيام الصبا، ولا ينكرون أنه اختيار ذكي. اللي نعرفه بالسندباد في الكرتون، وهذا يعني الشخصية هذه محبوبة لنا من قبل لا نشوفها هنا، وغير انها هي تاريخ وهي رمز تعتبر للعراق. الشخصية كان اختيارها اختيار يعني ذكي جدا. ولأن شخصية السندباد أسطورية في المخيلة العراقية والعربية، كان اختياره تميمة لخليج 25 فكرة غاية في الرمزية والدلالة، إذ أن السندباد كان يشكل جسرا متينا بين دول المنطقة، ناقلا تجارته بكثير من الود والمحبة. وترتكز قصص رحلاته على تجارب تجار من البصرة كانت بضاعتهم مع جزر الهند الشرقية والصين، وما كان يعتريها من مخاطر وأهوال. كان اختيار السندباد كرمزية لهذه الدلالة، للدلالة البحرية، للدلالة على الحكايات الأسطورية للتراث العراقي القديم الذي يربط العراق بالدول الخليجية التي تشترك في هذه البطولة. منظمو البطولة يحرصون على أن تكون تميمة البطولة منتشرة رقميا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعطيها تفاعلا أكبر. السندباد البحري إذن يبقى دائما تلك الشخصية الأسطورية العراقية المرحب بها في كل وقت وحين. وهنا جيء به تميمة ليبقى شاهدا على بطولة خليج 25، وشاهدا أيضا على عودة بلاد الرافدين إلى تنظيم البطولات بعد أكثر من 4 عقود من الغياب.